حبايب قلب المو، صباح الفل عليكم. طبعا كلنا امبارح شفنا القايمه بتاعه الكابتن حسام حسن لمنتخب مصر، القايمه المختاره لمباراتين بوركينا فاسو واثيوبيا، وناس كتير كتبت لي في الكومنت وناس كتير بعتت لي على الخاص بتقول لي ايه رايك في القايمه دي. طبعا من ساعه ما القايمه ما نزلت وجهبذه التحليل في السوشيال ميديا نازلين سلخ في الراجل. معلش يعني هو انت مالك؟ يعني انت مالك منك له؟ هو معلش يعني هو انت هتيجي تتحاسب مكانه؟ هو الراجل المدير الفني لمنتخب مصر وهو حر في اختياراته، عشان لو كسب الماتشين وصعد كاس عالم كل واحد فيكم هيحط جزمه في بقه، والله خسر ولا حصل في الامور امور محدش هيحاسب على المشاريب غيره، وساعتها كلكم وغيركم هتطلعوا مسرح. فبما ان الكابتن حسام حسن هو المسؤول الاول وهو اللي بيحاسب على المشاريب فهو حر في اختياراته. بالاخص معلش يعني ان كل اللي على السوشيال ميديا بيتكلموا عن الاختيارات وينتقدوها حسب اهوائهم وانتماءاتهم الشخصيه. يعني الزملكاوي بينتقد ليه ما خدش لعيبه زملكاويه، والاهلاوي بينتقد ليه ما خدش لعيبه اهلاويه، وكل واحد فيهم كده بيحط شويه ملح وشطه من لعيبه الخصم عشان يعني قال ايه الواد يبان محايد. انما في الاخر كلكم اهدافكم معروفه. وبعدين معلش يعني ايه اثبات ان انت اللي بتفهم عن الكابتن حسام حسن؟ يعني ايه ضماناتك اللي انا ممكن اخدها عشان اخد بكلامك؟ فزي ما قلت لك هو المسؤول الاول وهو اللي هيحاسب على المشاريب. والله اختياراته صح اختياراته غلط هو اللي هيحاسب عليها في الاخر. ولو هتسالني انا يا سيدي ايه رايك على اختيارات الكابتن حسام حسن، هقول لك والله يا سيدي انا لا راضي عن الاختيارات ولا راضي عن الكابتن حسام حسن نفسه ولا راضي عن المنتخب من بعد 2010 اساسا. والذنب لا ذنب حسام حسن ولا ذنب اللعيبه ولا ذنبنا احنا كمشجعين. العيب يا قلب اخوك انا وانت والناس كلها عارفاه ومحدش بيتكلم فيه. العيب اللي قاله زمان الاستاذ الدكتور برايس في فيلم ثقافي لما قال لك العيب في النظام. يعني احنا قاعدين نتخانق ليه ما خدش لعيبه من الزمالك وليه ما خدش لعيبه من الاهلي، وفي الاخر لعيبه الفرقتين المحليين اصلا زي الزفت. قسما بالله اللعيبه المحليه للاهلي والزمالك ما يمثلوا منتخب ناميبيا اصلا، واحنا بنتخانق دلوقتي وسايبين السبب الاساسي ليه اللعيبه دي اصلا وصلت للمستوى ده وبتاخد الارقام دي. ليه احلى فيديوهات كوره في مصر تتفرج عليها في الدورات الرمضانيه مش في الدوري المصري؟ ليه الموهوبين بيلعبوا في الشارع وابن فلان وعلان هم اللي بيلعبوا في الممتاز؟ يا جماعه احنا من 2010 وحتى وقتنا هذا من النازل للنازل، سواء دوري مصري او حتى منتخب مصر. ما هو طبيعي هتستنى ايه من منظومه كوره اللي ماسكينها مهندس ولواء سابق ومحاسب؟ يا راجل ما فيهمش واحد لعب كوره قبل كده، فاللي احنا واصلين له ده امر طبيعي. طب تعالى كده اما احكي لك على حاجه يمكن انت ما تعرفهاش. تعرف ان امبارح منتخب مصر فاز بكاس العالم لكره القدم؟ والله منتخب مصر امبارح فاز بكاس العالم لكره القدم، ولكن للمشردين. تسمع عن حاجه اسمها كاس العالم لكره القدم للمشردين؟ دي يا سيدي منظومه انسانيه عالميه عملت حاجه اسمها كاس العالم للمشردين، وبيشارك فيها منتخبات من جميع انحاء العالم. والمنظومه دي ليها معايير وشروط في اختيار اللاعبين اللي هيشاركوا في البطوله دي. من ضمن الشروط دي ان يكون اللاعب اللي هيشارك في البطوله دي يكون من غير مأوى، يعني من الاخر كده عايزين واحد مقطوع من شجره. ده غير ان في شرط من شروط المسابقه دي ان اللي يشارك فيها يكون قضى فتره من علاج الادمان. يعني من الاخر كده هو عايز الناس اللي ضايعه في دولتك، يعني هو عايز كده من الاخر الناس اللي الدوله رميها في الزباله. وجت مؤسسه انسانيه برضه في مصر، اعذروني لو مش متذكر اسمها، عملت منتخب مصر للمشردين وشاركت بيه في البطوله. لك ان تتخيل بقى ان الشباب المشردين في مصر، وانا اسف لو بقول عليهم اللفظ ده، خدوا بطوله كاس العالم للمشردين، تفوقوا على كل الدول اللي موجوده وكسبوا البرتغال في النهائي بنتيجه 4-3. في 2 لعيبه في المنتخب ده اعذروني برضه لو مش فاكر اسمهم، واحد لابس رقم 6 وواحد لابس رقم 8، اقسم بالله عفاريت كوره عفاريت كوره. تخيل المواهب دي طالعه من مشردين مصر اللي كل الموهوبين فيها بيلعبوا في الشارع، لان المقاعد في الانديه بقت محجوزه لابن فلان وابن علان وابن ترتان واولاد اللاعبين القدامى، زي ما بنشوف النهارده ابن سيف جعفر وابن اسامه نبيه وابن سيد عبد الحفيظ وابن سيد معوض، ولسه يا قلب اخوك ياما هنشوف. وهتفضل هي دي لعيبه المنتخب، وهتفضل المواهب قليله وبتظهر بالصدفه، عشان احنا بالوضع ده يا قلب اخوك مش هنطلع محمد صلاح تاني. محمد صلاح اللي طلع عندنا عن محض الصدفه. فانا اسف لو طولت عليكم، بس اتمنى تكون فهمت القصه كلها في ايه. القصه كلها في النظام. فياريت بقى بلاش دوشه والصوت شويه عشان عايزين ننام.